عدد المطاعم بالسعودية أكثر من 82 ألف مطعم، وعدد الكافيات أكثر من 16 ألف كافي. 80% من شبابنا وشاباتنا لما يقرر أنه يفتح مشروع يفكر أنه يفتح مطعم أو كافي. هل لأن هذا الشيء سهل؟ ممكن لأنه أسهل من غيره نسبيا، بس الإجابة الحقيقية أن 98% من شبابنا وشاباتنا اللي يقررون أنهم يفتحوا مطاعم هم موظفين، فهو يشوف أنه في فرصة يدخل فيها من 15 إلى 20 ألف شهريا مع وظيفته. نعمة. طبعا بعد ما يصملون فيه اخويا في الاستراحة يطلع يدور مكان ويروح يشوف الوضع، دراسة جدوى، 150 الى 200 الف دوف مطعمه جاهز، مدخرات عمره كلها، وطبعا اذا ما اخذ قرض يعني بسم الله يبدا يشغل. ابترك حوسة الموردين والاشياء التالفة اللي ما كانت في الحسبان والعامل اللي سارق منه. ادخل على مؤشرين رئيسية تفرق دائما في مبيعاته: تطبيقات توصيل تاخذ من 20 الى 25%، الكاشير، المنيو الالكتروني، نقاط الولاء والانظمة اللي انت تشترك فيها تاخذ من 5 الى 7% تقريبا. تجي نهاية الشهر حبيبي انا ابيع خسران، حبيبك تبيع خسران وانت اوريدي 30% طايره قبل لا تبدا. الحل مبدئيا قلل اعتماديتك على تطبيقات التوصيل، رجع عميلك لك عن طريق انك تجذبه بنقاط الولاء، او انك تتيح له انه يجهز الطلب قبل لا يجي، او تتيح له خدمه الاستلام من السياره. ما له خلق ينزل عميلك، دلعه وصل له طلبه للسياره. والاهم نظام كاشير محترم تقدر وانت بدوامك تدخل تشوف مبيعاتك ساعه بساعه، تشوف الوضع كامل، علشان ما تكتشف في نهايه الشهر ان بلال كان يجمرك الكاش. لان خذها مني اكيد ما كان يعوض العملاء الغاضبين، مو بستاربكس. حس تبي واحد يضبطك ويرجع عميلك ويزيد ولاء لك ويضبطك بالكاشير وانظمه الولاء وتجهيز الطلب من السياره باقل من 100 ريال بالشهر، لا تقول لي الشركه ذيك اللي تاخذ 5000 ريال بالشهر على كاشير بس. تواصل معي وعيوني لك.